فيديو جديد من سلسلة سنة أولى مطبخ. أنا دعاء ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتي. سلسلة سنة أولى مطبخ لكل اللي داخل جديد، بنعمل أكلات للمبتدئين لكل عروسة. بصي الأكلة كلها يعني بخليلك الفيديو هي أكلة واحدة أو وصفة واحدة بس بتكتها بكل حاجة. يلا بينا شوف هنعمل ايه النهارده. متابعة حبيبتي قوي طلبت مني امبارح ان انا اعمل لها الكبده بالرده. تعالي نشوف علشان تطلع منك الكبده ريحتها وطعمها كده زي المحلات، وكمان الكفر بتاعها ما يفكش منها. تعالي نشوف هنعمل ايه النهارده. شربت قهوتي الجميله وتعالي نجيب الكبده بتاعتنا. طبعا الكبده يا بنات ما بتتغسلش، هنجيب كبده شرايح تكون متقطعه شرايح مش تخينه يا بنات، يعني لا تبقى خفيفه قوي ولا تخينه، يعني تخلي مثلا ايه المكان اللي بتجيبي منه يبقى الكبده متوسطه. ادي الكبده بتاعتي. تعالي بقى انقلها في البوله اوسع شويه عشان انزل عليها بالتوابل بتاعتي. اول حاجه خالص هنزل بالتوابل بتاعتي هي ايه؟ هنزل بمعلقه كبيره من الثوم البودر، هنزل بحبه من الملح مش كتير، هنزل كمان بحبه من الفلفل الاسود، عايزه تكتري براحتك بتبقى حلوه جدا. وهنزل بقى بحبه حلوين كده معلقه صغيره من الكمون، مهمه جدا. تنزلي بقى بليمونه او نص ليمونه زي ما تحبي. وهبتدي انزل بحبه من البابريكا، بس هي ليمونه علشان ريحه الزفاره، وكمان بصي هي بتنكه اصلا الكبده. تقدري تنزلي بتوم براحتك، بس انا بنزل بتوم بودر علشان الاولاد عندي مش بيحبوا التوم الصحيح، يعني التوم البودر بديل التوم التاني. معلقه البابريكا الجميله علشان لونها بيفرق كتير جدا لما بتبتدي تقليها في الزيت، ده اللي بيخلي لونها، ده السر اللي بيخلي لونها حلو جدا، ما بتبقاش محروقه ولا مصفره كده ولا اي حاجه خالص. هجانسهم مع بعض كده. اخر حاجه بقى هننزل عليها بيهم حبه صغيره من الخل مش كتير، وهقلبها كويس قوي. وهبتدي احطها بقى في التلاجة اقل حاجه ساعه علشان تبقى طعمها حلو جدا ومتنكهه. اقل حاجه ساعه، ممكن اكتر. ده يا بنات الرده بتاعتنا. عايزه تستخدمي رده براحتك، عايزه تستخدمي بقسماط مطحون براحتك، الاتنين زي بعض. البقسماط بيخليها مقرمشه اكتر. ادي الرده بتاعتي، وهبتدي بقى اخد الكبده. بصي متقطعه متوسطه، لا تخينه ولا رفيعه. هبتدي اخد الكبده بتاعتي واغلفها كده بالرده بتاعتي، وهبتدي برضو ادخلها التلاجة ربع ساعه. الربع ساعه اللي انت بتريحيها في التلاجة بعد ما انت تعملي لها الكفر بالرده، هي اللي بتخلي الكفر بتاعها ما يفكش وبتبقى متماسكه كده في بعضها. لان احنا عارفين ان الكبده تحسي انها عارفه اللي هي ايه، ميتانه كده. ايوه ميتانه. الكبده ما تقطعيهاش لان هي اصلا بتكش. هبتدي اجيب طاسه على النار وهقلي الكبده بتاعتي. ادي لونها الجميل وشكلها وطعمتها بجد تفتح نفسك. تقدري تعمليها مع مكرونه، تقدري تعمليها بسندوتشات بقى عليها حبه طحينه. وادعيلي اللون اللي بيخليها حلو كده حبه البابريكا، وتريحيها شويه في التلاجة بعد ما تعملي لها كفر الرده. ادي يا بنات خلصنا الوصفة بتاعتنا من سنة أولى مطبخ. لو عجبك الفيديو وعجبتك بقى القناة والوصفات، شجعيني باللايك والاشتراك، تفعيل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتي. واسيبكم في حفظ الله، واشوفكم في فيديو جديد. سنة أولى مطبخ وصفة جديدة. اكتبيلي في الكومنتات عايزة الوصفة الجاية أو الأكلة الجاية أو مشروب يا ترى هو ايه. اسيبكم في حفظ الله. باي باي يا أحلى أمارات في الدنيا كلها.